ايه هو الشروع في ارتكاب جريمة؟ ويا ترى له عقوبة ولا لأ وعقوبته ايه؟ السلام عليكم، أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو أنت أول مرة بتشوف البرنامج فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. الشروع هو البدء في تنفيذ الجريمة دون تمامها، وده لسبب لا يرجع إلى الفعل. يعني مثال على كده مثلا إن حد طلع المسدس بتاعه بيقتل شخص معين، والطلقة اللي هو ضربها ما جاتش في المجني عليه فما ماتش، ده شروع. واحد تاني راح يسرق شقة وهو بيفتح الباب اتمسك، فهنا ده شروع، هو الجريمة ما تمتش لكن بسبب لا يرجع إليه. لكن خد بالك إن الأعمال التحضيرية ما تعتبرش شروع، العزم لا يعتبر شروع. يعني لو واحد عزم إن هو يقتل حد فده ما يعتبرش شروع. الأعمال التحضيرية كمان لا تعتبر شروع، زي إن هو يشتري سلاح عشان يقتل بيه، ده مش شروع في جريمة وما عليهوش عقاب، إلا إن الفعل اللي هو عمله ده بيكون جريمة تانية وهي جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص. طيب عقوبة بقى الشروع إيه؟ عقوبة الشروع لو هنتكلم عن الجنايات، مثلا الجناية اللي بيعاقب عليها الجريمة الأصلية بيعاقب عليها بالإعدام، بتبقى عقوبة الشروع هي السجن المؤبد. والجناية اللي بيعاقب عليها بالسجن المؤبد الشروع فيها بيكون بالسجن المشدد. والجناية اللي بيعاقب عليها بالسجن المشدد بتكون العقوبة هي السجن أو السجن المشدد لمدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأصلية. أما إذا كانت عقوبة الجريمة بقى هي السجن، فبيكون عقوبة الشروع فيها هي الحبس أو السجن لمدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة الأصلية. كل ده طبعا إلا إذا نص القانون على عقاب معين للشروع. في نهاية الحلقة بقى في جريمة لا يعاقب القانون عليها لكن يعاقب على الشروع فيها، عرفتها ولا لأ؟ سلام.